ازاي صممت لوجو في اقل من دقيقه؟ الجزء الرابع. كلمنا عميل من السعوديه وطلب مني تعديل اللوجو ده لشكل مودرن وبسيط وفيه فكره، وبعد ما اتفقنا على التفاصيل اخدت منه البريف، وطبعا يا صديقي كان لازم اخد منه عربون علشان نعرف نشتغل كده واحنا مزاجنا رايق. فجات لي فكره في دماغي كده بعد ما عملت تغذيه بصريه، وهو استخدام حرف السي اللي في اول كلمه كاب كوفي. هتقول لي طيب كاب كوفي دي جت منين؟ هقول لك يا صديقي، ما هو ده اسم الكافيه اللي هنعمل له اللوجو. المهم جبت حرف السي مع ايقونه فنجان قهوه فطلع لي السكتش ده، وتمت الموافقه عليه من العميل. بدأت بعد كده أنفذ السكتش على الإليستريتور، وحاولت أختار ألوان جديدة ومناسبة للنشاط، وده كان الشكل النهائي. سلمت بعد كده البروجكت للعميل بالصيغة المطلوبة، طبعا بعد ما خدت منه باقي الفلوس. وكالعادة نظمت البروجكت ورفعته على البيهانس، وهسيب لك اللينك لو حابب تعرف تفاصيل أكتر عن اللوجو أو تشوف باقي أعمالي. وطبعا يا صديقي لو مهتم بالمحتوى وشايف انك تقدر تستفاد منه، ما تنساش تعمل لايك علشان فعلا بيساعد، وفولو وشير علشان يوصلك جديدنا اول باول. سلام يا صديقي.